السلام عليكم. في العصر الأموي كان هنالك 3 شعراء هم الأبرز في البلاط الأموي، وكانوا يسمون بشعراء البلاط الأموي، وهم جرير والفرزدق والأخطل، والحرب بينهم كانت سجال، يهجوهم جرير ويرد الفرزدق ويرد الأخطل، فينالون منهم وينالوا منهم. ويذكر أنه ذات مرة دخل أعرابي على أمير المؤمنين آنذاك، وكان في حضرة أمير المؤمنين جرير والفرزدق والأخطل، فسأل أمير المؤمنين الأعرابي: ما أهجى بيت قالته العرب؟ فقال الأعرابي: قول جرير يا أمير المؤمنين، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فقال: صدقت، فما أمدح بيت قالته العرب؟ قال: قول جرير فيك يا أمير المؤمنين، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. وهذه قصيدة جميلة جدا. ويذكر أنه لما قيلت لأمير المؤمنين من جرير، قام أمير المؤمنين يتبختر بعباءته ويقول: بمثل هذا فليمدح المادحون، في قصيدة يقول في مطلعها: تصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي. نعود للقصة. فقال: ما أمدح بيت؟ فقال قول جرير. فقال أمير المؤمنين: صدقت، فما أغزل بيت قالته العرب؟ قال قول جرير يا أمير المؤمنين: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. فقال له أمير المؤمنين: صدقت، أفتعرف جريرا؟ فقال الأعرابي: لا، وإني لرؤيته لمشتاق. فقال له أمير المؤمنين: هذا جرير، وهذا الفرزدق، وهذا الأخطل. فأنشد الأعرابي مرتجلا يقول: فحي الإله أبا حزرة. أبا حزرة هو لقب جرير. قال: فحي الإله أبا حزرة وأرغم أنفك يا أخطل، وجد الفرزدق أتأس به ودق خياشيمه الجندل. فأنف لذلك الفرزدق وأنف له الأخطل. فقام الفرزدق يرد عليه ويقول: بل أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، لا أنت بالحكم إذ ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذا الرأي والجدل. وقام الأخطل أيضا يرد عليه فقال: يا شر من حملت ساق على قدم، ما مثل قولك في الأقوال يحتمل، إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منهم، إنهم سفل. فقام جرير يرد عليهما وقال: شتمتما قائلا بالحق مهتديا. طبعا جرير لازم يقول هذا الكلام لأنه كان يمدحه هو، فلا بد أن يصدق على كلامه. شتمتما قائلا بالحق مهتديا عند الخليفة والأقوال تنتظر، شتمتماه على رفعي ووضعكما لازلتما في سفال أيها السفل. فقال جرير لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، جائزتي له. وقال أمير المؤمنين: وله مني مثلها. فأخذ الأعرابي كل ذلك وخرج.